السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي، النهاردة نحل مع بعض أسئلة درس المماليك للصف الثاني الإعدادي من كتاب امتحان. نبدأ مع بعض. عندي أول سؤال بيقول لي أكمل الجدول الآتي بالشخصيات المناسبة. تولى حكم مصر بعد مقتل عز الدين أيبك طبعا ابنه المنصور علي. ابنه إيه؟ المنصور علي. أسس إمبراطورية كبيرة للمغول امتدت نفوذها في أجزاء كبيرة من قارة آسيا. طبعا مين؟ جنكيز خان. جنكيز خان. أسقط الخلافة العباسية في بغداد وقتل الخليفة المستعصم. طبعا ده هولاكو حفيد مين؟ جنكيز خان. انتصر على المماليك في موقعتي مرجطة وقريدانية. طبعا السلطان العثماني سليم الأول. يبقى السلطان سليم الأول. السؤال الثاني بيقول لي أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. استطاعت دولة المماليك في مصر صد الخطر المغولي على العالم الإسلامي سنة 658. طبعا ده في معركة عين جالوت. طيب 2. تدهورت أحوال دولة المماليك الاقتصادية طبعا بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح على يد البرتغاليين. يبقى على يد البرتغاليين. طيب السؤال رقم 3. انتصر السلطان سليم الأول على المماليك في موقعة، هو جايب لي بمصر و1517. طبعا اللي في مصر هي موقعة مين؟ الريدانية. إنما اللي في الشام مرج ضابط. السؤال 3. اختار الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. يرجع أول وجود للمماليك في مصر. مين اللي جاب المماليك في مصر؟ طبعا الأيوبيين. وده أصلا في تعريف المماليك إن هم مجموعة من أجناس مختلفة جلبهم مين؟ الأيوبيين. يبقى أول وجود للأيوبيين في مصر كان في زمن مين؟ الدولة للمماليك في زمن الأيوبيين. السؤال الثاني بيقول لي تم قتل طوران شاه على يد طبعا المماليك، أمراء المماليك. السؤال الثالث امتدت دولة المماليك جنوبا حتى النوبة. طبعا جنوبا للنوبة، شمالا عم بنقول غربا عندي لبرقة، في عندي كمان في الشرق الشام والحجاز. السؤال رقم 4. تنازلت شجرة الضر عن حكم مصر زوجها طبعا عز الدين أيبك. تولى حكم مصر بعد عزل المنصور علي طبعا سيف الدين قطز. طبعا سيف الدين قطز اللي عزله لأن البلاد كانت في حاجة إلى حاكم قوي. تم قتل الخليفة العباسي المستعصم وكانت مصر في ذلك الوقت تحت حكم مين؟ سيف الدين قطز. يبقى الخليفة المستعصم اللي قتلوا مين؟ هولاكو في بغداد، واللي أرسل رسالة لسيف الدين قطز. يبقى تم قتله في عهد مين؟ سيف الدين قطز. السؤال اللي بعده بيقول لي انتصر سيف الدين قطز على المغول طبعا في معركة مين؟ عين جالوت. في معركة عين جالوت. السؤال رقم 8 بيقول لي أثناء معركة عين جالوت كانت لا تزال بعض المناطق العربية في قبضة الصليبيين ومنها إمارتي. خلي بالك عين جالوت دي يعني طبعا في عهد مين؟ سيف الدين قطز. هل ينفع أقول الروها وبيت المقدس كانت ما زالت في يد الصليبيين؟ ده روها دي اللي حررها مين؟ في الأول خالص عماد الدين زنكي، وبيت المقدس اللي حررها صلاح الدين، ودي في الدول اللي قبل كده أصلا. بيت المقدس زي ما أنا قلت اللي حررها صلاح الدين. أنطاكيا فعلا اللي كانت ما زالت في يد صلاح الدين في يد الصليبيين في الوقت ده، بس ما ينفعش أجيب معاها بيت المقدس. طب أنطاكيا وطرابلس صح. أنطاكيا اللي حررها الظاهر بيبرس. طرابلس اللي حررها مين بعد كده؟ هقول لك كمان طرابلس اللي حرروها بعد كده طبعا اللي كانوا في عهد مين؟ اللي كانوا عندي في عهد الدولة المملوكية، اللي هو زي مين عندي؟ زي مين؟ أشرف خليل ابن قلاوون والناصر محمد. وطبعا هم في آخر واحد حرر كل المدن هو الأشرف خليل ابن قلاوون. يبقى ده كله اتحرر بعد كده في عصر الدولة مين؟ المملوكية. السؤال رقم 9 بيقول لي يعد العامل الحاسم في انتصار المسلمين أثناء معركة عين جالوت. هل ينفع أقول قصة العدد؟ لا. ده طبعا معركة عين جالوت دي كانت بين المماليك المسلمين ضد المغول. طب المغول كانوا بيتفوقهم المماليك في العدد والعدة، يبقى ما ينفعش أقول قصة عدد الجيش ولا هنقول مساعدة العباسيين، لأن العباسيين أصلا قضى عليهم في بغداد مع القضاء على آخر الخلفاء والمستعصم وتحالفات خارجية.
هي بسبب شجاعة القائد. فاكرين شجاعة القائد اللي هو مين؟ اللي هو سيف الدين قطز، لما ألقى خوذته على الأرض وأخذ ينادي ويصيح وإسلاماه وإسلاماه. سؤال 10. تم إحياء الخلافة العباسية في القاهرة بعد تدمير المغول لمدينة طبعا بغداد. بعد ما اتدمرت بغداد وقتل آخر الخلفاء العباسيين، تم إحيائها مرة تانية في القاهرة على يد الظاهر بيبرس. تعال نشوف السؤال رقم 11. جمعت مصر بين مركز الخلافة العباسية ومقر الدولة المملوكية في عهد. أفهم الأول السؤال. بين مركز الخلافة العباسية، يعني أصبحت مصر هي مقر للخلافة العباسية. ليه؟ وفين بغداد؟ بغداد انهارت لما دخلها مين؟ المغول وقضوا عليها. ومقر الدولة المملوكية يبقى أكيد ده في عهد مين؟ الظاهر بيبرس ولا المنصور علي ولا سيف الدين قطز؟ طبعا سيف الدين قطز كان مات على طول بعد معركة عين جالوت. الظاهر بيبرس اللي أحيا الخلافة العباسية. يعني إيه أحياها؟ يعني قال لك إن إحنا تابعين للخلافة العباسية، أو إحنا الخلافة العباسية في العالم الإسلامي، وعمل نفسه أو نصب نفسه السلطان أو خليفة عباسي. يبقى أصبحت مقر للخلافة العباسية وفي نفس الوقت مقر لدولة المماليك في عهد الظاهر بيبرس. يعد أول من واجه المغول والصليبيين الاثنين. ما فيش الا واحد بس اللي اتذكر عندي اللي هو واجه المغول والصليبيين، هو الظاهر بيبرس. السؤال 13. استطاع المسلمون استرداد ثاني الامارات التي اسسها الصليبيون في الشرق على يد ثاني الامارات اللي هي انطاكيا. يبقى مين؟ الظاهر بيبرس. الظاهر بيبرس. السؤال رقم 14. استطاع الاشرف خليل ابن قلاوون طرد الصليبيين من عكا. طبعا هو اشرف ابن قلاوون طردهم من عكا وصور وصيدا. طبعا عندي هنا بس عكا. طيب السؤال اللي بعده. تسبب اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح في، هيقول تقلص مساحة دولة المماليك غربا، ملهاش دعوة بالمماليك خالص بالنسبة للمساحة، ولا سهولة الوصول لهند عبر مصر، انه مش هيعدوا اصلا في بر مصر. هقول له تدهور احوال المماليك فعلا الاقتصادية. ليه؟ لان تحول طريق التجارة بين الشرق والغرب للطريق الدولي اللي هو هيلف حوالين قارة افريقيا بدل ما يعبر مين؟ مصر. يبقى كده تدهور. طبعا كان بيعبر مصر مش بلاش، كان بيدفع ضرايب وجمارك مقابل المرور بالاراضي المصرية. يبقى كده خسرت دولة المماليك اقتصاديا. السؤال 16. انتهت دولة المماليك في مصر بعد معركة مين؟ طبعا الريدانية. انتهت دولة المماليك بعد معركة الريدانية. السؤال 4 بيقول لي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. لم يأخذ المماليك بمبدأ وراثة العرش دائما. طبعا العبارة هنا صح. المماليك فعلا لم يأخذوا بمبدأ وراثة العرش دائما، لأن كان المجال مفتوحا لمن يبدي مقدرته، يعني يبقى قادر ان هو يخلص على التاني وياخد مكان الحكم من الاخر. طيب السؤال التاني. تعد شجرة الدر اول امرأة تتولى حكم مصر الاسلامية. المفروض انا اصلحها اقول صح، لان انا كنت عاملاها غلط على اساس ان هي الخليفة العباسي رفض ان تتولى الحكم امرأة، فانا قلت ان هي غلط بسبب ان هي لم تتولى، لكن هي فعلا قال لك ان هي تولت حوالي حوالي شهر او كام 40 يوم في الفترة دي يعني. يبقى اما اجي اقول الاجابه هنا هقول صح، هي فعلا تولت تولت الحكم فعلا في فتره، بس فتره بسيطه. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول يبقى اقول له صح، يبقى فعلا شجره الدر تولت الاول امراه تتولى حكم مصر الاسلاميه. طيب تولت شجره الدر حكم البلاد بعد مقتل عز الدين ايبك. دي بقى اقف عندها غلط، هي تولت بعد مقتل مين؟ توران شاه. يبقى شيء امسح خالص عز الدين ايبك دي وبدلها بتوران شاه. توحدت قبائل المغول على يد هولاكو. اقول له فعلا غلط. ليه؟ لانها توحدت على يد جنكيز خان الحاكم الاعظم. 5. بدأ الغزو المغولي للعالم الاسلامي على يد هولاكو. طبعا غلط، على يد جنكيز خان، لان انا قلت ان جنكيز خان استطاع الاستيلاء او ضم اجزاء من العالم الاسلامي. نجح قطز في حماية مصر والعالم الاسلامي من خطر المغول. سيف الدين قطز فعلا نجح. دي المفروض برضه هنا صح، نجح سيف الدين قطز في حماية مصر والعالم الاسلامي من الخطر المغولي. يبقى اقول العبارة عندي هنا العبارة المفروض عندي هنا
صح، اقوم مصوباها اقول له العباره عندي هنا اهي، اقول له صح. ماشي، يبقى اقول العباره عندي صحيحه مش خاطئه. طيب اهي السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي يعد الظاهر بيبرس، الظاهر بيبرس اول من تصدى للغزو المغولي على مصر من المماليك. طبعا دي اللي غلط. الظاهر بيبرس اول من تصدى للغزو المغولي غلط. ده سيف الدين ايه قطز في معركة عين جالوت. سيف الدين قطز في معركة ايه عين جالوت، يبقى غلط. والتصوير بتاعها سيف الدين قطز في معركة عين جالوت. السؤال رقم 5 بيقول لي اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية. مجموعة من أجناس مختلفة جلبهم الأيوبيون، جلبهم يعني أتى بهم من أسواق الرقيق وأسرى الحروب للاستعانة بهم في الجيش وحراسة السلاطين. يبقى تعرف مين؟ المماليك. مدينة كانت من أقوى الإمارات الصليبية واستردها الظاهر بيبرس أنطاكيا. هغير دوم إيه هنا؟ هقول له أنطاكيا، يبقى أقول له المدينة مين؟ أنطاكيا، مش هنا عندي إيه الروها دي أنا مكنتش كاتباها مظبوطة، يبقى دوم إلى مين؟ أنطاكيا. طيب معركة انتهت على أثرها دولة المماليك في مصر الريدانية. مدينة الإيه؟ الريدانية، معركة الريدانية اللي أدت لانتهاء دولة الإيه؟ المماليك، وأصبحت مصر ولاية إيه؟ ولاية عثمانية. السؤال اللي بعده بيقول لي انسب كل أثر إلى مؤسسه. المدرسة الظاهرية من اسمها الظاهري يبقى الظاهر بيبرس. المدرسة الناصرية الناصر محمد بن قلاوون. البمارستان المنصوري قلاوون المنصوري. بمارستان المنصوري قلاوون المنصوري. طيب تعال نشوف عندي أسئلة الإيه؟ الأسئلة التانية رقم من أول 7. بما تفسر جلب الأيوبيين المماليك. احنا قلنا الأيوبيون هم اللي جابوا مين؟ المماليك. جابوهم ليه؟ لحراسة السلاطين، يعني هم بقى يشتروهم من الأسواق، أسواق العبيد أو الرقيق، أو بيجيبوهم أسرى حروب الهدف إن هم إما يحرسوا السلاطين لإما ينضموهم لإيه؟ للجيش. يبقى لحراسة السلاطين أو الانضمام للجيش. السؤال التاني تنازل شجرة الدر عن الحكم. ليه شجرة الدر تنازلت عن الحكم بعد مقتل توران شاه؟ احنا قلنا أمراء المماليك إيه؟ نصبوها على الحكم، بيعوها على الحكم، فتولت الحكم. بس الخليفة العباسي رفض. ازاي امرأة تتولى حكم المسلمين؟ ما ينفعش. فاضطرت ان هي تتزوج من عز الدين ايبك، وده كان احد المماليك، وتنازلت له عن الحكم. وتنازلت له عشان تسيب الحكم؟ لا، هي تحكم من خلاله بس عشان ترضي الخليفة الايه؟ العباسي. يبقى اما اجي اقول لك تنازل شجرة الدر عن الحكم سبب رفض الخليفة العباسي ان تتولى الحكم امرأة، فتزوجت من عز الدين ايبك وتنازلت له عن الايه؟ الحكم. طيب السؤال رقم 3. قيام سيف الدين قطز بعزل المنصور علي واعتلاء حكم البلاد. ليه سيف الدين قطز عزل المنصور علي؟ هقوله لأن الدولة كانت بحاجة إلى حاكم قوي يرعى شؤونها ويصد خطر مين؟ المغول. تاني، لأن الدولة كانت في حاجة إلى حاكم قوي يرعى شؤونها ويصد خطر مين؟ المغول. السؤال رقم 4. تعرض دولة المماليك قبيل نهايتها للتدهور الاقتصادي. تعرض التدهور الاقتصادي ليه؟ أقول له بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. وطبعا أنا قلتها في جزء قبل كده، تحولت التجارة إليه بدلا من مين؟ من مصر. فكده خسرت المماليك مورد اقتصادي مهم كان بيجي لها ايه؟ عن طريق العديد من ايه؟ بنقول اموال كتيره كانت بتيجي عن طريق التجاره دي يعني. طيب السؤال رقم 4. احنا قلنا تعرض دولة المماليك قبيل نهايتها للتدهور الاقتصادي الجزء ده. طيب السؤال رقم 8 بيقول لي ايه؟ ما النتائج التي ترتبت على مقتل توران شاه على يد امراء المماليك؟ لما اتقتل توران شاه ده ادى لايه؟ طبعا نهايه الدوله الايوبيه وقيام دوله الايه؟ المماليك. تاني، انتهاء الدوله الايوبيه وقيام دوله المماليك. السؤال التاني برضو من النتائج توليد شجرة الدر حكم مصر. يبقى شجرة الدر لما تولت حكم مصر ايه اللي حصل؟ رفض الخليفة العباسي ان تتولى الحكم امرأة، ولذلك تزوجت من مين؟ من عز الدين ايبك وتنازلت له عن الحكم. يبقى تاني النتائج المترتبة
على توليد شجر الدر حكم مصر، هقول رفض الخليفة العباسي أن تتولى الحكم امرأة، ولذلك تزوجت من عز الدين أيبك وتنازلت له عن الحكم. طيب السؤال اللي بعده، اجتياح المغول، برضو من النتائج. اجتياح المغول بغداد 656، هقول له أدى ذلك إلى قتل الخليفة العباسي المستنصر. خلاص، المستعصم هنا مكتوبة غلط، المستعصم، وده كان آخر خلفاء العباسيين. يبقى قتل الخليفة العباسي مين؟ المستعصم، وده كان آخر الخلفاء العباسيين، وتخريب البلاد وقتل الآلاف من الرجال والأطفال والنساء. وتالت حاجة أقول كمان هدم المساجد وقتل العلماء وحرق الكتب وإلقاء ما تبقى منها. ده هو طبعا كانوا الناس ضد الإنسانية أصلا وضد العلم والتحضر، يعني هو جيش راح يقابل جيش. طيب قتل الخليفة العباسي المستعصم، وكمان اللي هو كان يعتبر آخر الخلفاء العباسيين، وخرب البلاد. خرب البلاد ازاي؟ قتل آلاف من الرجال والأطفال والنساء. ومش كده وبس، ده كمان قام بهدم المساجد وقتل العلماء وحرق الكتب وإلقاء ما تبقى منها في نهر دجلة. ده نتيجة نتيجة دخولهم لبغداد. 4 موقعة عين جالوت. طبعا موقعة عين جالوت بين مين ومين؟ بين المماليك بقيادة سيف الدين قطز ضد المغول، أدت إلى انتصار المسلمين وهزيمة المغول هزيمة ساحقة. هزيمة المغول هزيمة ساحقة، وحماية مصر والعالم الإسلامي من خطر المغول. تاني سؤال، طيب انتصار المسلمين وهزيمة المغول هزيمة ساحقة وحماية مصر والعالم الإسلامي من خطر المغول، دي معركة موقعة عين جالوت. السؤال رقم 5 برضو من النتائج، وجود الظاهر بيبرس في حكم مصر. هو الظاهر بيبرس عمل بنقول إحياء، كاتبة إخلاء، إحياء الخلافة العباسية، في أخطاء كتيرة مكتوبة، إحياء الخلافة العباسية. طيب 6، طبعا ممكن أضيف لي بعض الحاجات اللي هو عملها. هتقول لي إحياء الخلافة العباسية، لاحق الصليبيين، ممكن أكتب معاه كمان لاحق الصليبيين والمغول. هقول قام بناء العديد من المدارس زي المدرسة المدرسة الظاهرية، وإنشاء العديد من المساجد، واهتم بأمور الزراعة والاقتصاد. يعني ممكن أقول بس دي الإجابة الأساسية اللي هو أصلا عايزها، بس ممكن أضيف لها أعماله، باقي أعمال اللي هو عملها. طيب السؤال رقم 6، اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح بالنسبة لدولة المماليك. طبعا هقول له القصة في الأول اللي هي هقول له أدى إلى تحول طريق التجارة بين الشرق والغرب إلى هذا الطريق بدلا من المرور إلى عبر أراضي مصر، وبالتالي تدهور المماليك اقتصاديا، وكان من أسباب سقوط دولة المماليك. يبقى تاني، اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح أدى إلى، قبل ما أقول التدهور ده جاي في الآخر، هقول له أدى إلى تحول طريق التجارة بين الشرق والغرب إلى هذا الطريق بدلا من العبور في مصر، وكان من أسباب تدهور دولة المماليك الاقتصادية. طيب السؤال رقم 7 برضو من النتائج، انتصار السلطان العثماني سليم الأول على المماليك في معركة الريدانية. طبعا 3 نتائج، انتهاء دولة المماليك، ما عادش في حاجة اسمها مماليك، انتهاء الخلافة العباسية، أصبحت مصر ولاية عثمانية. يبقى انتهاء دولة المماليك وانتهاء الخلافة العباسية، وأصبحت مصر ولاية عثمانية. السؤال رقم 9 بيقول لي دلل تاريخيا على صحة العبارة. كل عبارة، تميزت مصر بمكانة سياسية واقتصادية في عصر المماليك. طبعا هنقول مع بعض السياسية. هقول السياسية حماية مصر والعالم الإسلامي من خطر المغول، يبقى التصدي لخطر المغول، دي نقطة. النقطة التانية تصفية الوجود الصليبي، تصفية الوجود الصليبي، ده دي المكانة السياسية. طيب تعالوا نشوف عندي المكانة الاقتصادية، لأن بقول لك سياسية واقتصادية. أنا قلت دلوقتي السياسية اللي هي حماية مصر والعالم الإسلامي من خطر المغول، وتصفية، يعني ايه تصفية؟ يعني انتهاء تماما من حاجة اسمها صليبيين، ما عادش في موجود حاجة اسمها صليبيين نهائي، دي اسمها تصفية الوجود الصليبي.
طيب بالنسبة بقى للناحية الاقتصادية، الاقتصادية هقسمها لزراعة وصناعة. هقول له الزراعة حيث حفروا الترع وأقاموا الجسور وتنوعت المحاصيل. حفروا الترع وأقاموا الجسور وتنوعت المحاصيل، ده بالنسبة لمين؟ للزراعة. طب بالنسبة للصناعة، كانت مصر من أهم المراكز الصناعية في العالم الإسلامي. كانت مصر من أهم المراكز الصناعية في العالم الإسلامي. ده كده سياسيا، واللي أنا قلته في الزراعة والصناعة ده إيه؟ اقتصاديا. السؤال رقم 2 بيقول لي تم المماليك بالجانب التعليمي للمصريين. علموا المصريين ازاي؟ يعني اهتموا بالجانب ده ازاي؟ هقول له حيث اهتموا بالعلم والعلماء. اهتموا بالعلم والعلماء. خلاص. فأنشأ الناصر محمد ابن قلاوون. طبعا ايه محمد ابن قلاوون أنشأ ايه؟ المدرسة الايه؟ الناصرية. وكمان في عهدهم زادت مكانة ايه؟ العلماء. اهتموا بالعلماء وانشأوا الايه؟ المدارس، مثل المدرسة زي ما انا قلت الناصرية. يبقى اهتموا بالعلم والعلماء فانشأوا العديد من الايه؟ من المدارس، زي المدرسة مين؟ الناصرية. وكذلك انشأوا الايه؟ المدارس زي المدرسة الناصرية، واهتموا بالعلم والعلماء فأصبح العلماء مكانة كبيرة في عهدهم. طيب السؤال اللي بعده، أنقذت دولة المماليك العالم الإسلامي من أحد أكبر المخاطر. طبعا أكبر المخاطر المقصود بمين؟ المغول. يبقى أما أجي أقول لك طب أنا هقول بس المغول، أنا هقول المغول والصليبيين. هقول له حيث قامت بتصفية الوجود الصليبي. خلاص. تصفية الوجود والتصدي لخطر المغول وحماية العالم الإسلامي من التدمير. المرة الجاية بإذن الله هنصلح الأخطاء الإملائية بإذن الله. يبقى قول تاني تصفية الوجود الصليبي والتصدي لخطر المغول وحماية العالم الإسلامي من التدمير من خطر المغول. طب السؤال اللي بعده بيقول لي دلل برضه انهارت دولة المماليك اقتصاديا قبل أن تنهار عسكريا. اقتصاديا ازاي؟ هقول له حيث تم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وتحول طريق التجارة بين الشرق والغرب إليه بدلا من مين؟ من مصر. تاني حيث قلت تاني تم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وتحول طريق التجارة بين الشرق والغرب إليه بدلا من مصر، ده أدى إلى تدهورها اقتصاديا قبل عسكريا. السؤال اللي بعده بيقول لي قارن بين الدولة الأيوبية والدولة المملوكية من حيث أشهر الحكام وأسباب السقوط. طبعا الدولة الأيوبية أشهر حكامها صلاح الدين الأيوبي، الملك العادل الكامل الصالح نجم الدين أيوب، وابن طوران شاه. الدولة الأيوبية أشهر حكامها. الدولة المملوكية عز الدين أيبك، المنصور علي، سيف الدين قطز، الظاهر بيبرس، الأشرف خليل بن قلاوون، الناصر محمد ابن قلاوون. ده أشهر الحكام بتاع كل دولة. طب أسباب السقوط، الدولة الأيوبية طبعا احنا عارفين القصة بتاعتها، ضعف الخلفاء والصراع بين الوزراء واستعانة الوزراء بالقوى الخارجية مثل مين؟ شاول ودرغام. وشاول استعان بنور الدين محمود، ودرغام استعان بالصليبيين، وشاول بعت الجيش بتاعه بقيادة أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين اللي استطاع القضاء على الجيش درغام والصليبيين. طب دي أسباب سقوط الدولة المملوكية. أنا عندي أسباب اقتصادية لسه قايلها من شوية، اللي هو اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح مما أضر اقتصاديا. أسباب عسكرية هقول له بسبب انتصار السلطان سليم الأول على المماليك في معركتين، معركة مرج ضابق ودي في الشام، ومعركة الريدانية ودي فين؟ في مصر. يبقى الأسباب الاقتصادية بسبب اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح. عسكرية بسبب هزيمة المماليك أمام السلطان العثماني سليم الأول وسيطرتهم على الدولة الإسلامية. طيب بقول لك قارن برضو بين سيف الدين قطز والظاهر بيبرس احنا لسه كام دلوقتي والناصر محمد بن قلاوون من حيث أهم الأعمال. طبعا ده موضوع هنقوم قايلين سيف الدين قطز هقول له تولى الحكم وعزل المنصور عليه، وقال لك كمان وقال لك ان هو حرس ضد مين؟ المغول في معركة عين جالوت. الظاهر بيبرس احنا قلناها قبل كده ان هو لاحق الصليبيين والمغول واحيا الخلافة العباسية واسترد بعض الامارات زي مين؟ زي انطاكيا، وانشأ المدارس زي مدرسة الظاهر بيبرس. الناصر محمد بن قلاوون الراجل ده بيقول ان هو عمل نهضة عمرانية
أقام نهضة عمرانية لم تشهدها البلاد في عهد أي سلطان من السلاطين المملوكيين. يبقى أقام نهضة عمرانية بناء في البلاد لم تشهدها أي عهد من عهود الخلفاء المماليك أو ملوك المماليك. طيب السؤال 11 بيقول لي ماذا كان يحدث إذا لم يعزل المنصور علي؟ لو احنا ما كناش عزلنا المنصور علي، طبعا المنصور علي كان صغير وكان في خطر اللي هو المماليك بيهدد الدولة بيهدد الدولة العباسية الإسلامية. طب احنا لو ما عزلناش المنصور علي هقول لم تستطع البلاد الدفاع عن البلاد ضد خطر مين؟ المغول. لم نستطع الدفاع عن البلد ضد خطر مين؟ المغول. طيب ماذا كان يحدث إذا برضو انتصر المغول في موقعة عين جالوت؟ لو المغول هم اللي انتصروا طبعا سوف يتم تدمير أو لتم تدمير العالم الإسلامي والحضارة الإسلامية وانتهت الدولة العباسية منذ معركة عين جالوت. يبقى لتم تدمير العالم الإسلامي والحضارة الإسلامية وانتهت الدولة العباسية منذ معركة عين جالوت. السؤال اللي بعد كده 12 ما رأيك في قيام السلطان سيف الدين قطز بعزل المنصور علي وتولي حكم البلاد؟ طبعا تصرف صحيح ليستطيع هو بقى الدفاع عن البلاد ضد خطر مين؟ المغول. تعال نشوف أسئلة التميز. اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. اختلفت دولة المماليك عن الدولة الفاطمية في عدم ضمها لمين؟ للمغرب، لأن المماليك ضمت النوبة والحجاز برضو والشام. طيب 2 اعتمد معظم حكام المماليك في الوصول إلى حكم مصر على مبدأ القوة، زي ما أنا قلت اللي يقدر على التاني ويغلبه ياخد مكان الحكم. 3 اتبعت دولة المماليك نظام الوراثة في الحكم عند تولية مين؟ ما اتكلمناش الا على المنصور علي اللي تولى بعد وفاة أبي عز الدين أيبك. 4 يرجع تولي سيف الدين قطز لحكم مصر إلى ضرورة وجود حاكم قوي لمواجهة الخطر القادم من جهة مين؟ الشرق، اللي هم موجودين في بلاد بغداد في العراق. السؤال 5 سيطر المماليك على الساحل الشرقي للبحر المتوسط بأكمله منذ عهد مين؟ الأشرف خليل ابن قلاوون، لأنه هو اللي استرد عكا وصور وصيدا، ودي كانت تعتبر آخر المدن الساحلية اللي في أيدي مين؟ الصليبيين. السؤال 14 بيقول لي حدد أوجه التشابه بين السياسة العسكرية لكل من الظاهر بيبرس والأشرف خليل بن قلاوون. طبعا الاثنين حاربوا ضد مين؟ المغول وقاموا باسترداد الإمارات الصليبية. الظاهر بيبرس استرد إمارة أنطاكيا، الأشرف خليل بن قلاوون استرد باقي الإمارات زي عكا وصور وصيدا. طيب السؤال 15 بيقول لي ما رأيك في موقف سيف الدين قطز من كتاب هولاكو؟ طبعا سيف الدين قطز لما هولاكو بعت له رسالة تهديد أعلن الحرب والتضحية بالنفس والمال. يبقى تصرف صحيح حيث لا بد من التضحية بالمال والنفس للدفاع عن الإسلام والبلاد. يبقى تصرف صحيح حيث أنه لا بد من التضحية بالمال والنفس للدفاع عن البلاد. وبكده نكون خلصنا مع بعض أسئلة الدرس الخامس اللي هو درس دولة المماليك للصف الثاني الإعدادي من كتاب الامتحان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.